واجريوا عباد الله، واجريوا، واجريو تشوفوا الشوهة، وتشوفوا الفضيحة، وتشوفوا لالا المناتفة، لالا المعاطية، لالا اعطيني نعطيك، ماشي لالا العروسة. هادي راها هي السمية الحقيقية نتاع هادشي اللي راحنا تنشوفو. اش هادشي؟ اش هادشي؟ وراكم خليتونا ضحكة حتى الجيران، وكدابزو علياش على الماكلة، على الماعن، على البيض، على الطناجر، على ديتي، على جبتي، وكلكم زوينين وكلكم مزيانين، الا برنسيسة وعماد هما اللي لصقاو، هما اللي هم الحقرة بزاف. كم شوهتو بجوج وجوه. الكوب نتاع الدار البيضاء، المرا نتاعو كتهضر مع برنسيسة في وجه، قالت لها ايه جمعتي وقديتي وصوبتي ونعطيك 10 على 10، وملي دخلات للبيت باش غادي تعطي النقاط قالت لهم ما غادي نعطيها والو. اش هاد التنوفيق؟ قوليها لها في الوجه باش تعرف راسها وتعرف الاخطاء اللي دارت. علاش نتوما هكا؟ علاش نيتكم خايبه؟ وراه نيتكم راه عمركم ما غادي توصلوا. شتي برنسيسه وعماد حسبوهم وصلوا لقلوبنا، وغادي يوصلوا لداك الشيء اللي بغاو بنيتهم الزوينه، بالطيبوبه ديالهم، بالاخلاق ديالهم. شتي برنسيسه واخا كانت كتغوت وبغات توصل المعلومه لداك الكوب نتاع المايا الام ديالهم، بغات توصل لهم المعلومه، واخا كانت كتغوت راه كتغوت بالحقره، راه ما قالتش شي كلمه د العيب، راه كتهضر معاها وكتقول لها خالتو خالتو انا هي اللي عيطات لي، هي اللي هضرات معايا، انا بغيت غير نوضح لها، انا بغيت غير نقول لها انا راني كنت كنغسل الماعن ديالي، اش داك نتيا تهضري واش داك تدخلي وزيدها عاد بالمعيور. سيري يلي كديري في التيك توك والمطوكتكا والمطكتكا والمطكتكا، وراه كان التيك توك في عهدك، كان عهدك فيه التيك توك وفي ايامك راكي ما خليتي لا حاحه ولا ملاحه، ولكن جاب الله دازت ايامك وما غتعرفيلوش وهو ما غيعرفلكش. خلي داكشي الناس اللي كيعرفوا له. تيك توك براسو برنسيسة راه ما عرفاتلوش، والناس ما كانوش باغيينها وما كانش يعجبهم داكشي اللي كدير، ولكن ملي دخلت لالا العروسه عاد عرفنا الطبع ديالها، وعرفنا بانها جايه من واحد البلاصه اللي اش غنقول لكم، قبح الله الفقر. الفقر هو اللي خلاها دير داكشي، وماشي عيب الانسان يطور من الحال ديالو، وهداك هو المستوى، وهداك هو الحاجه اللي صابتها بين يديها باش تغير المستوى ديالها، هي وراجلها ماشي بوحديتها، هي وراجلها باغيين يطوروا من راسهم ويبدلوا من حياتهم ويزيدوا للقدام، باغيين يعيشوا عيشه نتاع الحلال. وداك الام ديالهم معاوناهم. شوفوا الطيبوبه، شوفوا النهار اللي سولوها قال لها شنو بغيتي، قالت لهم ما بغيت حتى حاجه، كلشي كناكلو، كلشي كناكلو واللي جبتيه ليا غناكلو. حطوا لها الزيت في الطاسه نتاع ميكا وكلاتها وشاده فمها وساكته. وراه شغنقول لكم وراه الفقصه. وراه الناس الفقراء ماشي معنيتها على انهم ما شبعانينش، والناس الفقراء راه كيتهلاو في راسهم، راهم تياكلوا، راه شبعانه. قالت له حتى نمشي لخيمتي ونتفشش وليدي، وراه كناكل كلشي، ورا اللي عطيتيه ليا ناكلو، وراه حتى نمشي لخيمتي ونتفشش، وهذه كافيه، هذه كافيه، وهذه ضربات لكم داك البريستيج وداك العظمه وداك النخوه وداك الشيء اللي كديروا كامل ضربته لكم في الزيرو. قلت لكم نتوما والو ولاد الجوع، علاش تدابزوا، علاش تتهضروا على هاديك وديري هاديك وجيبي هاديك؟ الماكله صافي، الموضوع الرئيسي طالع على يشعل الماكله. وبينوا لنا الضحك، وبينوا لنا النشاط، وبينوا لنا متفقين، وبينوا لنا متعاونين، وبينوا لنا بانكم في المسابقات شي كيدوز لشي وشي كيتحامى على مع شي وشي متعاون مع شي، وانتم غاشي كينهش في شي، هاشي كيهضر في شي، هاشي داي. وراه كيف ما قالتها الام نتاع برنسيسه فاش هضرات، قال لها شكون اللي باغياه تديه، قالت لهم اللي مكتبالو راه غيديها، وراه مكتابه لمن كتابت راه مكتابه وراه غادي يديها، ولكن ما نكرهش تديها بنتي. شوفوا الاسلوب في الهضره، اييه حنا كنبغيو احسن حاجه تكون لوليداتنا، ولكن اللي مكتابه راها مكتابه، ما عندها ما دير. وانتي يا الحاجه
يا المراه الكبيره، وكواليس خطيره غادي نقولها لكم في اخر الفيديو على هاد الحاجه هذه الام نتاع الكوبل نتاع المانيا. خليكم معايا حتى التالي، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا، ومن المتابعه باش تكبر القناه نتاعنا ويوصلكم كل جديد، ونقدر على انني ندير لكم مقاطع باش تبقاو تشوفوا صوت وصوره. ولكن دابا انا مازال ما وليتش شريكه من شركاء اليوتيوب، ما نقدر ندير حتى شي مقطع. شكرا بزاف لكل واحد تفاعل معايا في هذه النقطه. ونرجعوا للموضوع. والحاجه وخليكي كبيره ماشي سنا، كبيره مقاما، ما توصليش مع بنت صغيره لذاك المستوى. واخا هي تغوت، واخا هي تهدر، بركه غير قالت لك اخلتو حشومه عليك. انا ما هدرتش هكاك، انا غير وضحت لها بركه خصكي تسكتي، خصكي تحشمي، خصكي تراعي لها، خصكي تبقى فيك، خصكي تقولي هاد البنت هادي راها يتيمه، هاد البنت هادي راها باغا توصل، راها كدافع على داكشي اللي باغاه بكل القوه اللي عندها. واخا راه دايرين بها غير العديان، ما تكونيش حتى انت عدو. كوني ما تكوني عدو، ما تكوني صديق. على الاقل رجعي اللور وشوفي بعينيك، وحنا عارفينك. هذه غريزه فينا، غتبغي الخير غير لولدك، ولكن كوني على حق باش ربي ينصفك. الكواليس الخطيره اللي وصلتنا هي ان الام نتاع الكوبل المانيا راها في الطبيب مريضه، تعصبت بزاف ومرضات وهزوها للطبيب. دليل على هذا الشيء على ان اليوميات نتاع لاله العروسه راه كانت معاوده. غادي ترجعوا غادي تشوفوا بانها معاوده، ما صابوا ما يحطوا وداوها للطبيب. ما قدرش ولدها وعروستها يمشيو معاها، لان خافوا الناس يصوروهم في الطبيب ولا شي حاجه وتخرج شي تسريبات. مشات بوحديتها مع الطاقم نتاع لاله العروسه، مشات معاهم للطبيب. الحاله ديالها المهم ماشي شي حاله صعيبه، ولكن المهم راكم كتعرفوا شويه د الفشيوشات، وخافت على انها يديو النقط للولد ديالها حيت دارت داك التصرف وتفقصات وتعصبات. هادشي اللي خلاها على انها تمشي للطبيب. وهذا التصرف هذا غادي يزيد يضر برنسيسة جلدها مالح وما عندهاش الزهر. هادشي اللي حنا شفناه وعرفناه، ولكن اللي متأكدين منه هو ان ما عندهاش الزهر وجلدها مالح في البرنامج نتاع لاله العروسه. اما المغاربه كاملين دايرين اليد معاها، والنهار اللي غادي تخرج لاله العروسه كونوا متاكدين بان المشاهدات غادي تنقص، لان هاد المشاهدات اللي كيشوفوها هما اليوم راه كانت في اول برايم لاله العروسه، اول برايم. من بعد بدات المشاهدات تتنقص، ولكن هاد العام هذا المشاهدات رجعات وبقوه وبفضل لاله العروسه اللي هي العروسه ديالنا بطبيعه الحال، لان لاله العروسه مازال ما عرفناهاش نتاع هاد العام. لاله العروسه ديالنا اللي هي البرنسيسه بالفضل ديالها رجعات المشاهدات. كما قلت لكم هادشي غادي يضرها، وغادي يقولوا لها بان الام نتاع الكوبل المانيا راها ومراه كبيره وما كانش كيخصك تجابهي معها داك الهضره هكاك. هادشي غادي يضرها وغادي ينقص لها شي حاجه نتاع النقاط. المهم اش غنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كتعرفوا داك المثل اللي كيقول العرس يتيمه واللي دارشي الله، وهو اللي وقع البرنسيسه يتيمه وكل واحد داير ما عليه، ولكن ربي غادي ينصفهم. وانا متاكده بانهم الدار اللي باغينها والعرس اللي باغينها غادي يوصلوا له بلا لا العروسه او بلا لا العروسه. وشكرا بزاف لكل واحد وصل معايا لهاد النقطه. غنولي نقولها لكم ونترجاكم ما تنساونيش من لي لايك الزوينه ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا. شكرا بزاف، حتى لا فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.